يلا بينا عزيزي الاهلاوي الجميل اللذيذ الحبيبي اللي انا بحبك، وعايز افهمك ان الزمالك نادي كبير. فجاي لك النهارده في فيديو هقول لك فيه الفرق ما بين القيمه التسويقيه بتاعت الزمالك والقيمه التسويقيه بتاعت الاهلي. تعال اقول لك بقى. الزمالك القيمه التسويقيه بتاعته 16 مليون يورو مقارنه بالقيمه التسويقيه للنادي الاهلي اللي هي 38.5 مليون يورو. احب اقول لك ان انت بلح ما عملتش حاجه. ما عملتش حاجه بال 38 مليون يورو. قيمه تسويقيه ما تعنيش او ما خلتنيش اشوف بطل بالصرف ده في الملعب. تعال اقول لك كمان حاجه تاني. انت عارف ان الاهلي يعني جايب 24 هدف في الدوري، ان الزمالك جايب 25 هدف في الدوري، يعني انا اعلى منك حتى في نسبه الاهداف. انت عارف ان الزمالك دلوقتي 28 نقطه الاهلي 27 نقطه عشان لسه بينقط، والماتش اللي فات بينقط والماتش اللي قبله بينقط، وهو بقى كل ماتش ليه بياخد نقطه واحده بس. عزيزي الاهلاوي بعد اللي انا قلته لك ده، وبعد اللي انت شايفه من الاداء او الجمال اللي بيعمله لعيبه الزمالك، يبقى انت لازم تحترم نادي الزمالك وما تطلعش تقول مثلا ما انت ولا الاعلام بتاعك ان الزمالك ده نادي عادي. الزمالك مش نادي عادي، ولا جمهوره جمهور عادي. لان اي واحد زملكاوي لو انت كلمته انت ليه بتحب الزمالك هيقول لك انا مش بحب الزمالك عشان بيكسب، انا بشجع الزمالك عشان يكسب. فهمها انت بقى. سلام يا عم.